مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من في السين مع محمدين. محمد عرفه. محمدي اسمي محمد صلاح. وحشتونا يا جماعه، بقالنا فتره عارف غايب عنكم، وان كنت بقابلكم بالفيديوهات الشورتس بتاعت الاخبار الفنيه، بس بقالنا كتير احنا احنا ما الاتنين ما ما عملناش حلقه عملناش مع سوا. بعض يعني. بس الحمد لله كانت الظروف لطيفه الحمد لله. ومبسوطين جدا ان احنا رجعنا، وكمان السيت جديد عشان عندنا المره دي لحد ما نرجع الاستوديو الاستاذ عرفه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب الحلقه النهارده عن ايه؟ الحلقة النهاردة عن افلام العيد يا جماعة، وفي احنا كده كل واحد شاف له فيلم كده من افلام العيد، هنكلمكم عليهم وهنكلمكم عن انطباعاتنا عن الافلام التانية. ولكن بعد الانترو يلا بينا. اكشن. ماشي، نبتدي باول فيلم ايه اللي هو ايه؟ الكلام على ايه؟ الكلام على ايه؟ الكلام على ايه؟ طبعا عرفه هو اللي اتفرج على الكلام على ايه، واتفرج عليه طبعا في البريمير لان هو ايه بيشارك في ايه الفيلم. فيحكي لنا هو بقى عن انطباعه عن الفيلم ويقول لنا ايه التفاصيل. والله الفيلم فيه روح جديدة. ساندرو كنعان أول مرة يخرج فيلم روائي طويل هو اللي يخرجه. عامل روح جديدة، وفي 4 قصص مختلفة زي ما انتم شايفين في التريلر وفي البوستر. 4 كابلز. كلهم في ليلة جوازهم. بس والرابط ما بينهم هو الشخصية اللي بره الموضوع اللي هو خالد كمال. خالد كمال. والفكرة انه في الناس الاراء مختلفة على انهي القصص المفضلة. آه، كل حد بيشوف قصة معينة او قصتين مفضلين بالنسبة له، والاراء مختلفة جدا. فانت نصيحتي ليك شوفه وقرر انت. بس هو الفيلم انا اعتقد ان هو لازم يبقى بلس 18 عشان هو بالظبط. مش فيلم عائلي، هو فيلم فيه هزار ممكن من هزار الشباب والكلام ده، ان هما هو الكلام يعني في انا موضوع بصراحه ليه حساس جدا. ليه مش عارف هم عاملينه بلس 12. انا شايف ان هو الافضل كان يبقى بلس 18 فعلا. بالظبط، هو الكلام كله على ليلة الجواز، وفي افيهات خارجة يعني شوية. مم. ف ايوه. فكان لازم يتصنف بلس 18 يعني. بس غير كده الفيلم كوميدي، فيلم فيه حاجات هتضحكك جدا. انا بالنسبة لي اكتر قصة عجبتني بتاعت حاتم صلاح وجيهان الشماشرجي، بيمثلوا تحفة فيهم وماسكين الكاركترات، اوكي. وفي ضحك ودراما وكل حاجة فيها. بعدهم بتاعه مصطفى غريب و نسيت اسمها. دنيا. دنيا سامي. دنيا سامي. دنيا سامي. دنيا سامي كاريزمتها رائعه، جميلة. والكيمستري مع مصطفى غريب تحفه. وعجبني برضو القصتين التانيين بتاعه احمد حاتم وآية سماحه، وبتاعه الفنان سيد رجب والفنانه انتصار. احمد حاتم يعني اللي طالع هيشوف دمه خفيف. الفيلم اعتقد انت في انهي قصة. انا في قصه سيد رجب وانتصار. وانتصار صح، اه ايوه صح، لان المفروض بيكلم صاحبه ده راجل كبير اه تقريبا صح، اه انا استنتجت كده. ايوه اه تمام. ايوه. ف انا عامه المشهد بتاعي قبل الفاصل على طول، قبل ما تطلع بريك. قبل بريك السينمات يا اه جماعه انتظروا المشهد بتاع عرفه. تمام. اوكي. عايز اقول لك ان انا بتبسط جدا، او يعني مؤخرا انت هتلاقي في فيلم برشامه برضو اللي احنا شفناه مع بعض. اه لما بيبقى في فيلم مؤخرا فيه حاتم صلاح ومصطفى غريب بي... بيشيلوا جامد بيشيله كوميديا جامد. الفيلم بصراحه يعني. بالظبط. طب اوكي، كلمنا بقى وعلى فكره فنيا على عن فكره الفيلم، يعني ع- التمثيل على الاخراج فكره حاتم صلاح ومصطفى غريب اول ما طلعوا كانوا في الكبير، وبعد كده علوا على اللي هم عملوه في الكبير. يعني هم قوي. كانوا لذاذ جدا في الكبير، بس بعد كده علوا على ده كمان. تطوروا جدا جدا، ومصطفى غريب بالذات يعني. اه. وحاتم صلاح بصراحه يمثل اي دور، يمثل دراما، طبعا يمثل طبعا. كوميدي، يمثل اي دور. فنيا الفيلم فوق المتوسط بالنسبه لي. مم. في تمثيل حلو. في ناس بتقول ان الافيهات اللي هي فيها ايحاءات او كده بتبقى استسهال، بس انا شايف ان هي كانت لذيذه في معظم الاوقات. لانه اصل هتجيب منين، ما ده موضوع الفيلم، هو موضوع فغصب الفيلم عنك كده، هتقفل على موضوع الفيلم. والربط ما بين الموضوع كله لذيذ، والقطعات والريتم بتاع الفيلم
هايل، إمم. ما عدا بصراحة آخر ربع ساعة أنا حسيت بملل شوية. حكيت لي قُلت لي إن آه، الجزء الأخير من الفيلم مريّح شوية. آه، إمم. بس عشان هو كان فيه اللي هو الرسالة بتاعة الفيلم وما أعرفش إيه وكده. إمم. في ناس كانت ممكن تقول لك أنا ممكن الفيلم ده أعمله من غير رسالة أصلًا ويبقى هو ال4 قصص دول وكده، إمم. مش لازم أعمل رسالة، وفي حسب اختيار المخرج والمؤلف، فهُم إمم. قرروا إنه يبقى فيه رسالة. أعتقد لإنه برضه فيلم مصري لازم يبقى يتحط فيه رسالة كده. آه، يعني لو فيلم أجنبي هيتقفل بالطريقة وبالكوميديا اللي على ال4 حواديت وخلاص، وخلاص. لكن برضه عشان في مصر هنا يقول لك أنت بتتكلم عن موضوع زي كده طب إيه رسالة، طب أنتم آه، عايزين تقولوا إيه، طب مش عارف إيه، فلازم برضه إمم، تحطها لعامة الناس كده كرسالة أيوه. واضحة صريحة، فاهم إزاي؟ وعلى العموم هو الفيلم الكوميدي الوحيد اللي في العيد، وعلى فكرة جايب إيرادات عالية أوي في السعودية، أنت كنت بعتّ لي آه، متصدر الإيرادات أيوه، في أيوه في صحيح، السعودية. صحيح. فهو نجح already، نجح هو ناجح نجاح باللي هو عمله في كبير. السعودية وعمله هنا already نجح. بس عايزين تشوفوه في السينما، عايزين تستنوه لمّا ينزل على منصة، بس يُنصح إن هو تشوفه مع صحابك كده يعني. يعني بس. مش ما يُفضّلش أوي مع العائلة يعني، آه، عشان هو فيلم مش للعائلة يعني. وطبعًا أول فيلم بيظهر فيه نجمنا السينمائي محمد عرفة، أيوه. فعايزين نقول له إيه، مبروك بقى على الفيلم إن شاء الله وعقبال ميرسي، أفلام ميرسي، كتير. ميرسي. ماشي، طيب خُش على الفيلم التاني اللي أنت شُفته. الفيلم التاني وهو اللي تاني أنا فيلم شُفته نزل برضه، الفيلمين دول نزلوا قبل العيد. قبل العيد بأسبوع، آه، بأسبوعين كده، آه، فيلم أسد طبعًا، آه، بطولة محمد رمضان وإخراج أستاذ محمد دياب. إمم. وتأليف محمد وخالد صديقنا تشرين أستاذ دياب، أستاذ محمد. محمد دياب طبعًا حبيبنا آه. بنوجه له كل تحية. لأن هو صلاح طلع معاه في فيلم اشتباك طبعًا. أيوه، دعاية غير مباشرة. و وخدوا دي كمان بقى، رُحت يوم location زيارة للlocation بتاع أسد كمان، أيوه. يالّا شُفت ومن التصوير. ساعتها وأنا فاكر إن أنت متحمس وبتقول لي الفيلم ده شكله كان مختلف هيبقى وبتاع. حلو جدًا آه، وانبهرت بالset أوي، الset آه، تحفة، تحفة بجد، وقُلت لأ الناس دي عاملين ديكور عالمي، فما آه، بالك بالفيلم بقى، ده خلّاني متحمس من مجرد إن أنا شُفت الset. كانوا بيصوروا في المقطّم، في جبل المقطّم، من جوّه الجبل، وكانوا عاملين إضاءة كده تحس إن أنت انتقلت لعالم تاني حرفيًا يعني، أيوه. بالزمن يعني، مش انتقلت لعالم تاني مُت. ف أسد فيلم قوي، فيلم مهم. بصراحة عجبني جدًا الفيلم، يعني لو تقييمي النهائي أو رأيي النهائي في الفيلم، الفيلم عجبني جدًا. فيلم مبذول فيه مجهود قوي جدًا، ومحمد رمضان بجد أتمنى تكون دي بداية سينمائية مختلفة ليه، عشان يبتدي يركّز إن هو يعمل نوعيات فنية وجماهيرية مع بعض، مش فكرة إن هو بيركّز على الجانب الجماهيري بس في أعماله، لأ، يعني يرجع يعمل أفلام فيها جانب artistic، فيها جانب فني. إمم. أتمنى يكمّل من بعد الأسد في هذه الحتّة يعني، في إن شاء الحتّة الله. دي، ويعمل أدوار على نفس مين تاني الموضوع. عجبك غير محمد رمضان كتمثيل؟ عجبني رزان جمال جدًا، آه، جدًا، جدًا، عجبني دورها جدًا، عجبني علي قاسم، آه، عجبني يعني الشخصية حلوة، آه. الشخصية مكتوبة حلوة جدًا. عجبني مين تاني؟ أحمد داش، أحمد داش كان هايل. ماجد الكدواني. طبعًا ضيف شرف، آه، ولكن عامل 3 أو 4 مشاهد رهيب بجد. في ممثلين سودانيين هايلين، مصطفى شحاتة اللي هو كان عامل ستاموت في العشرين ده طالع آه. أخو محمد رمضان في و الفيلم. و واللي كانت في فيلم ضي وكانت إسلام مبارك إسلام برضه مبارك. طالعة أم علي قاسم، آه، وعاملة دور رائع، لأ بجد ممثلين هايلين أوي. اسمه إيه السراج، مش فاكر محمود السراج تقريبًا أو حاجة كده، ممثل برضه سوداني إمم، جميل جدًا. كامل الباشا اللي عامل آه، والد رزان جمال هايل، هايل، هايل. عمرو القاضي عامل شيخ النحاسين طالع ضيف شرف، بس عامل مشهدين حلوين كده. ف لأ على مستوى التمثيل هايل في الفيلم. آه. وبالضبط. القصة بقى، أنا سمعت إن هو الموضوع داخل أصلًا على طول في في القصة سريعًا، يعني إن هو بيدخّلك في الموضوع على طول. بيدخّلك في الموضوع على طول. هو الفيلم بيحكي عن فكرة الزمن اللي هُم كانوا عايشين في زمن العبودية وكده. مش لازم بقى تحرق ومش هاحرق، القصة. بس إزاي بنشوف إن من خلال أسد بيتم ترشيحه إن هو
يبقى ممثل هذه الناس ان هو يحاول ان هو يحررهم من العبوديه، بس مش هقدر اقول اكتر من كده يعني. ده فكره القصه، يعني قصه ليها ابعاد وليها رمزيات برضو، انتوا لما هتشوفوا الفيلم هتفهموا اكتر يعني هو بيتكلم عن ايه. الموسيقى التصويريه كانت حلوه جدا، هشام نزيه طبعا رائع، التصوير، اللوكيشنز، ما انا بقول لك بقى من احلى الحاجات اللي عجباني في الفيلم ده اللوكيشنز. اللوكيشن. مصور اولا اللوكيشنز اول مره هتشوفها، يعني طبعا عصر قديم، هتشوف لوكيشنز جديده، ومصورين بجد باين المجهود ان هم مصورين في اماكن كتير قوي، مصورين في اماكن كتير قوي مختلفه، فعاملين مجهود كبير جدا. الدريسنج، الملابس، اه لا الاكسسوارات، الحاجات، المعارك برضو ما كانش في معارك كتير في الفيلم، بس المعارك اللي اتعملت كاكشن لا حلو، عجبتني جدا. فاسد تجربه حلوه، تجربه مهمه، كعادة. طبعا الإخراج أستاذ محمد دياب يعني لا غبار عليه، يعني مخرج بجد، يعني عارف عايز من كل مشهد إيه بالظبط، وبيقدر يوصل الحالة بتاعت كل مشهد. لا يعني عجبني أسد، طيب عجبني. هايل. اه هخش. هو انا برضو حتى من اراء الناس اللي اختلفت على اسد، مم. بس هم قالوا لي لازم تشوفه برضو في السينما، يعني التجربه تستحق المشاهده كده كده. اه ف يا ريت كلنا نروح نشوفه ونقول راينا يعني. بالظبط. اوكي، بقية الافلام احنا لسه ما اتفرجناش على الباقي، اه بس في عندنا ازمه انطباعات. وفي 7 دوجز. اه ازمه انا سامع عنه فيدباك حلو قوي. اوكي، وصديقي احمد الشربيني طالع فيه طبعا. نوجه له تحية، نقول له اه مبروك برضه. آه انا سامع ان هو من نوعيه الافلام اللي فيها رومانسيه وفيها عمق خفيف كده، فيها عمق وخفيف على القلب. اوكي. آه وعن رواية لمحمد صادق اسمها إزمة، كانت نزلت بالظبط. برضو. الفكرة عجباني، يعني لسه هشوف، بس الفكرة عجباني مبدئيا، فكرة انك تقرر ان انت تسجل لنفسك فيديو او تكتب لنفسك حاجات، وتشوف لما هيعدي 10 سنين او 15 سنة، هل انت حققت الحاجات دي او ما حققتهاش، هل وصلت لها او ما وصلت لهاش، ايه بالظبط. الرسالة اللي انت كنت يعني كأنك بتبعت رسالة لنفسك في المستقبل. عجباني الفكرة، فحابب اشوف. ايوه. وانا بحب احمد داوود بصراحة، وانا كمان جدا. سلمى ابو ضيف بصراحة. وفيلم الهوى سلطان كان رائع. كان هايل. وهم بيقولوا ان ده كمان ممكن يبقى احلى من الهوى سلطان. مش عارف. ما مش عارف. خلينا نشوف. خلينا نشوف. ان انا بحب الهوى آه سلطان بصراحه. آم، ده بالنسبه لفيلم ازمه. هشوفه ان شاء الله اكيد. والفيلم الرابع هو فيلم 7 دوجز سيفن طبعا. دوكس، اعلى انتاج في الوطن العربي في التاريخ. مظبوط. باين اصلا من التريلر ان كل حاجه متصوره حلو. كله اكشن، كله اكشن. كله اكشن. وكل شوت واخد حقه. في لمحه عالميه كده في الصوره. طبعا. والفيلم فيه 2 مخرجين اصلا، اه والمنفذين الاكشن بتاع الفيلم كمان هم اللي عاملين، بيقول لك الاكشن بتاع باد باد بويز. بويز وحاجات كده. اه وفي طبعا نجوم عالميين كتير. في الفيلم مونيكا في بيلوتشي. معلن عنهم وفي مش معلن عنهم. مونيكا بيلوتشي. ايوه. تحب مونيكا بيلوتشي؟ طبعا. اكيد، طبعا. خدت بالكم رفعوا حجمه، اترفع طبعا. في نجوم عالميين، وطبعا انتاج كبير، انتاج معالي المستشار تركي آل الشيخ طبعا، وهيئه الترفيه. اه فالفيلم يعتبر اكبر انتاج سينمائي لفيلم عربي يعني. وكل اللي دخلوا برضو بيقول لك ان هو تجربه سينمائيه تستحق المشاهده على شاشه حلوه في في السينما. السينما لازم اه الفيلم ده لازم يتشاف عشان تتبسطوا بالتجربه السينمائيه دي، لازم اه يتشاف في السينمات يعني. بالظبط. وفي ف... فيدباك كتير حلو من الناس اللي شافوه بصراحه. واكيد النجم كريم عبد العزيز والنجم احمد عز طبعا مش طبعا. هيعملوا اي حاجه، بس هو انا خوفي من انه نص الكلام هيبقى بالانجلش ومترجم. اه فمش هتحس ان هو فيلم عربي قوي، هتحس ان هو فيلم عالمي شويه. هو واخد لمحه عالميه شويه. بالظبط. بس هنشوف التجربه دي انتجت ايه يعني. بالضبط، بالضبط. آه تجربة مهمة، وهُم بيتكلموا عن إن هي نقلة في الصناعة، في صناعة السينما يعني، كإنتاجيًا كمان بالذات. وحتى أنت شُفت الفيديوهات بتاعة الpremiere، يعني ما كانش premier فيلم، ده كان مهرجان سينمائي، يعني صح. نجوم عالميين جايين يحضروا، ونجوم مصريين كتير أوي، حدث يعني، حدث ايوه. كبير يعني، فاهم؟ ف انتوا برضو قولوا لنا انتوا متحمسين لانهي فيلم اكتر من دول. بالضبط. قولوا لنا كده تفتكروا إيه هيبقى الرهان أو الحصان الرابح في أفلام العيد؟ يعني
مين 7 اللي هيبقى دوجز رقم 1؟ برضه نجوم كبار، إزمة مختلف، إمم، أسد النجم محمد رمضان والمخرج محمد دياب. طبعًا، ف وطبعًا الكلام على إيه الفيلم الكوميدي الوحيد. بالضبط، فأنا محتار مش عارف مين اللي هيكسب في دول، أنا مستني جدًا أعرف الإيرادات وكده، بس بالضبط. طبعًا في فيلمين نازلين قبل موسم العيد، فهُم أكيد عملوا جايبين إيرادات. أكتر شوية أسد آه، والكلام على إيه طبعًا. إمم، بالضبط. إمم. فهنشوف يا جماعة، ومبسوطين أوي إن إحنا رجعنا نتكلم آه، معاكم، انتظروا حلقات وانتظروا جاية حلقات. كتير بقى إن شاء الله، خلاص آه، مش هنغيب عنكم تاني إن إن شاء شاء الله، الله. بإذن الله. وعيد سعيد عليكم، وكل سنة وأنتم كل طيبين. سنة وأنتم طيبين. سلام. سلام.